السلام عليكم. أنا منوف، أنا سعودية ومن قبيلة معروفة، متزوجة وعمري 25 سنة، حامل في الثامن. ما قدرت أتزوج إلا بعد ما رفعت قضية عضل على أبوي، لأنه مانعني أتزوج، وكل ما تقدم لي شخص يرفض بحجج مو مقنعة. مرة يقول ما هو أصل، مرة يقول بدوي، ويطلع مليون حجة بالرجال لين يرفضه. حاولت أقنعه كم مرة، برضو لا حياة لمن تنادي. مع العلم ان تاركهم اليوم كنت صغيرة عند خوالي، وما كان يسأل عني الا لما انا رحت بنفسي ورحت عنده وكنت اجلس معاه، بس كان يتهرب مني ويحاول قد ما يقدر انه ما يجلس معاي ولا يسمع طلباتي ولا اي شيء. اضطريت اني ارفع قضية عضل واخذ حقي بالقانون. ربحت القضية والحكم عليه غيابي. اخذت الصك وتزوجت، اخوي زوجني بالصك هذا. بعد زواجي هددوني اعمامي وخوالي، وهم طبعا اقارب، بس ما كانت علاقتهم كويسة. بعد المشكلة، بعد ما تزوجت وبعد التهديد، اجتمعوا مع بعض بس عشان يهدمون حياتي. انا انسانة اليوم كان عمري 5 سنوات وانا حاسة باليتم والاهمال والاذى النفسي والمعنوي، وعشت يتم بس ابوي عايش. يعني حسيت اني يتيمة مع ان ابوي عايش. راحوا هم رفعوا قضية فسخ عقد، وطبعا هذه القضية كلها مبنية على باطل، والشيخ ما اعطانا فرصة ندافع عن نفسنا، وما اعطى زوجي فرصة يدافع عن نفسه نهائي، من غير ينفذ طلباتهم هم ويساعدهم هم. بس احنا عشان ندافع عن نفسنا وعشان نثبت النسب زوجي، لان القضية مبنية على اساس النسب، ما اعطانا فرصة ونفذ الحكم وحكم لهم واعطاهم ورقة عشان ياخذوني بالاجبار بالشرطة يعني. ويبغون ياخذوني بالاجبار عن طريق هذه الورقة، مع العلم ان زوجي جندي ومشارك في عاصفة الحزم وفادي نفسه وروحه لله ثم للملك ثم للوطن. والحين انا مالي الا الله ثم الملك سلمان بن عبد العزيز يساعدني وسمو ولي العهد.